اتكلم تاني في حاجه اتكلمت فيها قبل كده، بس اتكلم في حاجه خطين محددين تماما. رقم واحد، هو مطالبنا دي تفرق ايه عن مطالب السنه اللي فاتت؟ اللي احنا قالوا علينا ساعتها ناس خونه مجرمين وبيضيع البلد وبيشتغل، ونفس الناس اللي موجوده معانا على المنصه دي هي نفس الناس اللي كانت بتتهمنا وجايه تقول احنا النهارده بنطالب بحقوق الاطفال. في اكتر من شخص واقف على المنصه، قاعد على المنصه دلوقتي بيدافع عن حقوق الاطفال، كان موجود في اللجنه بتاعت الاضراب وكان بيتبطل ظهرنا وبيجي يقول الاضراب ده لا يصح حلالي. اثبتوا على موقف، اثبتوا على موقف كي تكونوا مصدقين. الحاجه الثانيه انا اعرف سمعت واحد اسمه كم كلام. الحاجه الثانيه يا جماعه تكمله خبر، دي واحده تكمله خبر. الدكتور بيقول احنا وفرنا 2.4 مليار من ميزانيه وزاره الصحه، دي ميزانيه لانشاء اماكن جديده، مستشفيات جديده في اماكن جديده وتجهيزاتها. الناس هتقول علينا ان احنا بناكل من حق المريض بتاعنا. رقم 2، وزير الماليه اصلا رفض وقال يا جماعه لو عندكم بند فاضي رجعوا الفلوس تاني. احنا دايما بيتقال علينا في الاعلام ان احنا ناس عايزين نزود دخلنا اكتر ما هو موجود في العيادات، لان هم مش عارفين دكاتره وزاره الصحه. احنا بنقول لكل الاعلاميين اللي موجودين في المكان احنا مش عارفين نعيش حياه كريمه. احنا عايزين نعالجكم لما نعيش حياه كريمه. اخر حاجه يا جماعه، بما ان